السلام عليكم متابعينا، اهلا بيكم في حلقه جديده من منوعات دينا، ولسه مكملين سلسله الامثال الشعبيه والكلمات المصريه اللي احنا بنقولها. خليكم معايا لاخر فيديو عشان فيديو النهارده شيق جدا. مثلا اللي بيته من ازاز ما يحدفش الناس بتطوب. طيب هي ايه معنى المثل المصري بيقولوا ده؟ بيقولوا اللي هو يعني ما بيستحملش اي كلمه وحشه او ما بيستحملش الضرب، فما يتخانقش ولا يعمل فيها يعني فيها شجاع وبعد كده يرجع يعيط. هي معناها كده. طب هي ليها قصه؟ ايوه ليها قصه. قصتها بتقول ان كان في واحد كان عايز يبني بيته من ازاز. لا ومش بس كده، بيته من ازاز عايز يبنيه فوق جبل، والجبل ده كان فيه طوب صغير كتير، والعمال لما كانوا بيبنوا البيت الازاز ده فكان الطوب بيقع فوق بيوت الناس اللي حوالين الجبل. فطبعا الناس عدوا الموضوع وقالوا معلش اصل واحد بيبني. مرت الايام وجيه موسم هجرة الطيور، والطيور كانت معاها طوب في رجليها بتطير من مكان لمكان تاني عشان تعمل العش بتاعها. فكان بيقع من الطيور دي الطوب غصب عنها، فوقعت على البيت فكانت بتكسره. فالناس اللي كانوا ساكنين حوالين الجبل فكانوا قاعدوا يقولوا بقى وشمتانين في الراجل اللي كان بيحدف عليهم الطوب، ما هو اللي يبني بيته من ازاز ما يحدفش الناس بالطوب. على رأي المثل معاك فلوس يا عم ما حلتش اللضا. طب ايه كلمة اللضا اللي احنا دايما بنقولها وما نعرفش ايه اصلها؟ اصلها ان اللضا دي هي كانت عبارة عن عملة نحاسية كده لونها احمر، كانت مكتوب عليها الله ضامن، وكانت مختصة للفقراء بس. وكانت العملة دي كانت بتتحط في بيت المال، وكان الفقير لما يكون عايز يجيب اي طلبات فكان بيروح لبيت المال وياخد العملة النحاسية دي ويروح يشتري بيها طلباته. فيجي البائع يقول للفقير بعد ما الفقير يشتري كل حاجته فين الفلوس؟ يقول ما حلتش اللضا. فيطلع الفقير اللضا يديها للبائع، والبائع ياخدها يوديها لبيت المال ويستبدل بدلها فلوس. وهكذا بيت المال ياخد اللضا اللي هو مكتوب عليها الله ضامن ويستنى ان اي فقير يجي ياخدها علشان يشتري بيها كل طلباته. وموضوع ده انتشر بعد كده بقى ما حلتش اللضا. على رأي المثل العروسة للعريس والجري للمتاعيس. الكلمة دي دايما بنقولها للعروسة أو للعريس لما يجي يتجوزوا، فبنقولها من باب المجاملة أو من باب الهزار. طب إيه القصة دي؟ هي ليها قصة. ومين المتاعيس دول؟ تعالوا بقى أنا هقول لكم. العروسة للعريس والجري للمتاعيس إن كان زمان كان العريس ما كانش بيقدر يعرف يزف العروسة، ما كانش فيه عربيات، فكان بيروح يجيب 3 حناطير، الحنطور الأول للعروسة، والحنطور التاني لأهل العريس، والحنطور الثالث لاهل العروسه. فطبعا كان في ناس تانية قريبين اهل العريس والعروسه ما كانش بيجيب لهم اللي هو الحناطير. اللي كان بيقدر يجيب حنطور كان بيجيب، واللي ما كانش بيقدر اسمه متاعيس عشان ما كانش بيقدر يجيب الحنطور فبيضطر ان هو يزف العروسه ياخدها كعابي. وبما ان الحصان كان بيجري وزفته كان بيزفوا العروسه ويزغرطوا ويسقفوا، فالحصان طبعا خطوته كانت بتبقى واسعه، فكان يضطروا ان هم الناس ان هم يجروا مع الحصان ده لحد بيت العروسه، والعروسه للعريس والجري للمتاعيس. مقولة كده في مصر مشهورة وهي اسمها جاتك نيلة، واللي شهرها اللي هي مريم منيب. كان بتقول جاتك نيلة، يعني هي بتتكي كده في الكلمة بقت مشهورة جدا. طب ايه كلمة جاتك؟ جاتك يعني جالت لك، النيلة اللي هي المصيبة. طب هي كلمة النيلة دي جت منين يا دينا؟ ما احنا عايزين نفهم اكتر وفهمينا اكتر. النيلة دي هي عبارة عن نبتة لونها ازرق بتتزرع على ضفاف النيل، وكان الفراعنة زمان كان بياخدوه وكان بيخمروه ويطلعوا منه لون كده ازرق. وعلى فكره النيله ده لحد دلوقتي بيصبغوا منه الجينز اللي هو الجنسيات، اللون الازرق ده اسمه النيله، ماشي، النيل الازرق. فكان زمان الفراعنه كانوا بياخدوا النيله ده اللي هو المهبب ده فكانوا بيحطوه مع التحنيط اللي هو الموتى. فتيجي مرات الميت تاخد النيله ده تقعد تحطه على راسها وتقعد تضرب على نفسها على اساس ان جوزها مات.
اعتبارا ان جالها مصيبه. فمعنى النيله دي مصيبه، يعني مصيبه ان هي مرتبطه بالموت. وفي برضو من ناحيه تانية ان النيله دي مرتبطه، مثلا تيجي واحد يقول لمراته ايه، ما تهببي كده في وشك، هببي لي يعني حطي لي ميك اب. هي هببي دي جايه من النيله دي، ان هم زمان كان الفراعنه بيجيب النيله دي يعملوها برضو يرسموا بها عيونهم، فاسمها ما تهببي لي يعني تمكيجي لي. فهي جت لها جت النيله من كده، ومعنى جاتك نيله جاتك مصيبه، وربنا يسترها. واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.